كانت الفوضى هي العنوان الدائم لحياة كريم. ليست فوضى المكان فحسب، بل فوضى الأفكار التي تتسابق في رأسه كقطار لا يتوقف، وفوضى المشاريع التي تبدأ بحماس وتنتهي في درج النسيان. في شقته الصغيرة تتناثر أوراق ورسومات وأدوات لمشاريع نصف مكتملة، كل قطعة منها شاهد صامت على حلم جديد تلاشى. منذ طفولته كان كريم يسمع نفس الكلمات: كسول، مشاغب، قليل التركيز. كان شبح الفشل يطارده من فصل دراسي إلى آخر. كان المعلمون يشكون من حركته الدائمة وعدم انتباهه، بينما كان والداه يعاقبانه على عناده وتقصيره، غير مدركين أن بداخل رأسه الصغير عاصفة لا تهدأ. لم يفهمه أحد، حتى هو لم يفهم نفسه. كبر كريم وكبرت معه العاصفة. حاول الالتحاق بالجامعة، لكنه لم يستطع إكمال فصل دراسي واحد. تنقل بين وظائف لا حصر لها، يطرد من كل منها لنفس السبب: عدم القدرة على الالتزام بالمهام والمواعيد النهائية. كانت حياته سلسلة من البدايات المبتورة وشعور مرير بالدونية والعجز. في آخر وظيفة له تعرف على حازم، زميله الهادئ والمنظم. كان حازم يرى في كريم ذكاء لامعاً وإبداعاً، لكنه كان يستغرب من عدم قدرته على إنجاز أبسط الأمور. بعد أن طرد كريم مرة أخرى، دعاه حازم على العشاء في منزل أسرته في محاولة يائسة لمواساته. هناك قابل الدكتورة همسة والدة حازم، وهي طبيبة نفسية. لم تكن جلسة علاج، بل حديثاً عابراً. استمعت الدكتورة همسة بصبر لكريم وهو يصف بمرارة ويأس إخفاقاته المتكررة وشعوره بأنه معطوب. لاحظت الدكتورة همسة كيف يقاطع أفكاره، وكيف تتحرك يداه بقلق، وكيف تقفز عيناه بين الأشياء في الغرفة. وبهدوء قالت: ما تصفه يا كريم ليس فشلاً أو نقصاً في الشخصية. أعراضك تشبه إلى حد كبير حالة طبية معروفة تسمى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ADHD. لأول مرة في حياته شعر كريم بأن هناك من يراه حقاً. كانت الكلمات كضوء كشف ظلمة استمرت لسنوات. شرحت له دكتور همسة أن دماغه يعمل بطريقة مختلفة، وأن الفوضى التي يعيشها لها سبب علمي وليست ذنبه. كانت تلك هي البداية. نصحته دكتور همسة بخطوتين فوريتين. الأولى استخدام ما يسمى بمخطط تشتت الانتباه، أو ما يسمى ADHD Planner. لم يكن مجرد دفتر ملاحظات، بل أداة مصممة لتقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة جداً وقابلة للتنفيذ، مع تحديد أوقات دقيقة لكل خطوة. بدأ كريم في استخدامه، وشيئاً فشيئاً تحولت الفوضى إلى خطوات منظمة. مهمة تنظيف الشقة المستحيلة أصبحت جمع الملابس المتسخة، ثم ترتيب السرير. مهام صغيرة منحته شعوراً بالإنجاز لأول مرة. الخطوة الثانية كانت تحديد موعد مع طبيب متخصص للبدء في رحلة علاج شاملة. لم يكن التعافي مع كريم قصة سريعة. لم يستيقظ في اليوم التالي شخصاً جديداً، ولم تختفي الفوضى تماماً. كانت لا تزال هناك أيام يضيع فيها، وأيام يبدأ فيها ولا يكمل، وأيام يعود فيها ذلك الصوت القديم ليهمس: أنت فاشل كما كنت دائماً. لكن هذه المرة لم يكن يصدق الصوت. بدأ يفهم أن التعثر ليس دليلاً على الفشل، بل جزء من طريقة دماغه وجزء من رحلة التعافي. لم تختفي العاصفة في رأس كريم، لكنها لم تعد تقوده. تعلم أن يفهمها، أن يهدأ معها بدل أن يقاومها،
ومع كل خطوة صغيرة كان يستعيد شيئاً فقده منذ زمن: إيمانه بنفسه. لم يعد كريم وحيداً في مواجهة العاصفة. لأول مرة كان يمسك بخريطة وبوصلة. الطريق لا يزال طويلاً، لكن الضباب بدأ ينقشع، وصوت القطار الصاخب في رأسه بدأ يخفت تدريجياً ليحل محله صوت هادئ وواثق يهمس: أنت قادر. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.